زي أمثلة مثلا كانوا قايمين على الإسلام في مسألة طلاق، وبعد ذلك انتهى في روما ولا في إيطاليا إنهم انتهوا إلى إن الحل الوحيد إباحة الطلاق. لابد أنهم وجدوا شرور عدم الطلاق أكثر، عدم الطلاق الشرور بتاعته أكثر من الطلاق، فأباحوا الطلاق. يبقى كلهم يعدلوا إلى هذا، يبقى إذن كل ما بيرتقوا بيستنيروا والحياة بتعضهم بواقعها يرجعون إلى نظرية الإسلام. مثلا أمريكا صرفت علشان الخمر دي كم مليون دولار، ملايين الدولارات. الإسلام جاي من أول خطوة كده ومحرم. مثلا تعدد الزوجات اللي بيجعلوه من عيوب الإسلام، دلوقتي بيبحثوا انهم يرجعوه احسن من النظام اللي موجود الآن. والقوانين الاقتصادية، إذا نظرت إلى القوانين الاقتصادية وشوف ترقيها تجدها تلتقي مع نظرية الإسلام. فالإسلام جاء من أخصر طريق. ليه؟ لأنه تقنين من يعلم من خلق وتقنين خالق الإنسان. الرسل جاءوا بذلك التنظيم. حين يأتي الرسل بتنظيم فيه أشياء نسميها إحنا في الوسائل التربوية الآن وسائل إيضاح. وسائل الإيضاح دي تنقل الكلام النظري إلى كلام عملي، وتجيب لي ظاهرة، وتجيب لي مثلا في المعمل حاجة وتعمل تفاعل لها وكل شيء، تجيب حديد وتمغنطه، تجيب اسمها وسائل إيضاح. معنى وسائل إيضاح إيه؟ أمر مادي معملي يريني صدق القضية النظرية. إذا قلت الحرارة بتمدد الأجسام، كلام النظري قد تصدقني؟ لا. يقول لك هات حلقة يا سيدي ونفت فيها كورة، نفتت الكورة، وبعد ذلك نقول هنسخن الكورة، نحط الكورة أمام الحلقة ما تسقطش. ليه؟ حجم الكورة زاد من الحرارة. يبقى ده كلام معملي، وسيلة إيضاح بينت ليها النظرية. والدين بيجي بتشريعات. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى في هذه المرائي أشياء تديله واقع الأوامر المنهجية اللي جايبها التكليف. أول حاجة يجي يعرضها لنا مسألة الفطرة وتغيير الفطرة. عرض عليه كأس من اللبن وكأس من الخمر، فاختار رسول الله كأس اللبن. قال له جبريل هديت إلى الفطرة. إيه يعني هديت إلى الفطرة؟ كأن الفطرة بطبيعتها نقية، لأن اللبن اللي بنشربه من أمهاتنا أو اللبن اللي بنشربه مثلا من البهائم لا صنعة للإنسان فيه أبدا، بناخده كده كما أنزل ولا صنع فيه، هذه الفطرة. لكن الخمر بناخد رزق من رزق الله حسن، كرم عنب، وبعد ذلك نأتي فنتلفه، نخمره ونخليه ينتن ونخليه يفوق الله. إذا أخرجناه عن فطرته، إذا أخرجناه عن الفطرة بتاعته. ولذلك حينما يعرض القرآن ذلك كان العرب يشربون الخمر ويعملوها سكر، فأقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، صحيح هو ياخذ منه سكر، ورزقا، إنما شوف الدقة، ورزقا حسنا. فحينما جاء بالرزق وصفه بالحسن، وفي السكر سكت عنه لأنه مش حسن. ما قالش ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا أحسن. كان السكر يبقى فيه شيء من الحسن؟ لا، جاب حسنا عشان يبقى مقابل القبح. كأننا بناخد نعم الله ونتلفها ونخرجها عن الفطرة. إذا قول جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هديت الفطرة، يعني ان انت ما خدتش حاجة من حاجات ربنا وادخلت عليها عملية افساد. خد الحاجة وادخل عليها عملية اصلاح. اللحم الميت مثلا نضجه، الخضار اللي مش عارف ايه اسلقه، لكن تاخد عنب وبعد ذلك تحطه في برميل عشان يتعفن وعشان يختمر، فكأنك اخرجته عن طبيعته وعن فطرته. فذلك معنى هديت الفطرة. بعد ذلك نيجي لمرأة آخر من المرائي. وليه المرأة دي الأول؟ يعني شاف ده الأول مرأة. قال لك نعم، لأن العقل هو منفذ التكليف من الله، والخمر جاءت لتستر العقل. حلوة أوي الخمر جاءت يعني ده لماذا كان هذا المنظر أول منظر حاجة بيقابلها؟ ليه؟ لأن مدخلي إلى الله هو العقل التكليفي. المجنون لا يكلفه الله، لأن آلة الاختيار بين البديلات عطلانة. ومعنى عقل يعني يختار بين بديلات. إذا كان أمر لا بديل له فلا عمل للعقل فيه.
ما فيش الا الطريق ده يوصل الى المكان الفلاني، اذا لا اختيار لي، ما اقولش اروح من هنا، ما فيش الا مضطر اليه. اذا فالعقل انما يوجد للاختيار بين البديلات، وما دام الاختيار بين البديلات لازم يكون عقل موجود وسليم ومقاييسه صادقه عشان تختار البديل الخير وما تختارش البديل الشر. يجي الانسان الى مناط التكليف له من الله، وبعد ذلك يشرب الخمر ليستره، فكأنه عمد إلى النعمة الكبرى، منفذه إلى الإيمان بالله ومنفذه للتكليف عن الله ليعطله. وكل الأشياء اللي بعدها فرع وجود العقل التكليفي. إذا فكأن المرائي اللي بعدها فرع، يعني الجهاد، الصلاة، الزكاة، كل دي فرع لوجود العقل التكليفي. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد بالمنظر الأول إنه يقول إن الفطرة طبيعتها سليمة، لا تفسدوها أنتم بتصرفاتكم. هذا اللبن تبع الفطرة، والخمرة انتوا افسدتوها بصنعتكم فيها، تدخلتم فيها ببشريتكم فافسدتوها، بعد ما كانت نعمة كويسة جعلتوها نعمة مفسدة، ووجهتوها الى ايه؟ وجهتوها الى منفذ التكليف من الله وهو الايه؟ وهو العقل. يجي بقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك لا، ده انا خلق لك العقل ده علشان تختار فيه بين البديلات. فاذا جيت انت وسترته بالخمر تبقى رددت على الله نعمته الكبرى عليه التي امتزت بها عن الحيوان. الله يقول لك ده انا بستر همومي، بسترها وزعلان مش كما يقولون، وده برضه غالب صادقين فيه. نقول لهم لا، المشاكل لا يحلها ان تهرب منها، انما المشاكل يحلها ان تواجهها. فالحق لا يريد منك ان لا تنسى مشاكلك وتهرب منها وتسترها بالخمر، ولكن واجهها بفكرك. وما دمت تواجهها بفكرك لازم تحافظ على ان فكرك ده يكون كويس، وما دام فكرك يكون كويس لازم تمنع عنه اي شيء يطمس قانون اختيار البديلات فيه. اذا فذلك هو السبب في ان ذلك هو اول منظر من المناظر التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك مثلا نجد منظر اخر، هذا المنظر الاخر انه لقى قوم يزرعون ويحصدون في وقتها، وبعد ذلك يزرعون ويحصدون في وقتها. فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال المجاهدون في سبيل الله. المجاهد لأن الجهاد في سبيل الله ده هو الوسيلة الناقلة لهدي الله إلى خلق الله. الجهاد في سبيل الله هو الانسياح بالدعوة المنهجية التي جاءت من الله إلى القوم، علشان كما هديت أنا يهتدوا إليهم. يوم دول لازم تكون لهم ثمرات متعددة. ليه الثمرات المتعددة؟ اشمعنى كل ما يزرعوا يحصلوا في ساعتها؟ أما قال لك لأنهم يجودون بأموالهم ويجودون بأرواحهم. فاللي يجود بماله وبروحه بيجود عند مين؟ بيجود عند الله. يقوم الله سبحانه وتعالى يخلفه عليه خلفا يناسبه قدرته في العطاء، وما دام يناسب قدرته في العطاء كل ما تجاهد في سبيل الله وبعد ذلك تنتشر الدعوة بجهادك في سبيل الله فلك ثواب من هدي بها. كل من يعمل عمل يجي لك خير. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراه هذه المسألة ليوضح هذه الحقيقة لمين؟ للذين يجاهدون في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا جدتم بنفسكم وبأموالكم لا شك أن الناس يجودون بالأشياء طمعا فيما تأتي من الخير. الإنسان الفلاح منا مثلا يبقى عنده أردبين من القمح، يأتي في أيام الزرع فيأخذ أردبا من مخزنه فينقص ما عنده أردب، وبعد ذلك يطرحه في الأرض. الأردب اللي طرحه في الأرض أنقص ما كان عنده. يقول له لا، ما نقصش، هو نقص الآن، إنما هيجيب لك 10 ردب بعد ذلك، والحبة هتجيب لك 700 حبة. فإذا كان ذلك عطاء الأرض الصماء اللي هي خلق من خلق الله، فكيف يكون عطاء الله؟ يبقى إذا بيؤنسني بالأمر المادي إن الأرض الصماء المخلوقة تعطي لها بذرة واحدة فتعطيك 700. ده هذه عمل الأرض الصماء المخلوقة لله. فإذا كان ذلك عمل خلق من خلق الله، فربنا لما يقول ده أنا بديك